صباح الخير حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم. نرحب باصدقاء اللي دخلوا معنا جدد، نقول لهم مرحبا بكم ومرحبا بالاصدقاء اللي كانوا معنا. جبت لكم اليوم وصفه تاع كيك ان شاء الله تعجبكم وبمقادير بسيطه. نبدا على بركه الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا في ان ريسبيون. هنا بغيت نقول لكم، هنا جاتني خرجه وما كانوش عندي الصوالح. هذا كانت عندي حبه تاع بيض والزبده والسكر وراح نحضرهم مع كيك. هنا قلت لكم في ان ريسبيون حطيت 2 مغارف تاع الزبده، حطيت معاهم 4 مغارف تاع السكر ودرت معاهم عطر تاع المشمش. حنخلطهم مليح حتى تذوب هذيك الزبده مع السكر، تذوب مليح. خلطهم غير بالفوي، يعني غير بالخلاط اليدوي. واذا بغيتي ديري الباتور ديري. هنا زدت حبه تاع البيض كما قلت لكم، كانت عندي حبه تاع البيض وجاتني خرجه على غفله، وحبيت هكذا ندير حاجه باش نخرج بيها، وهذه راح تساعدك. يعني يجوك ضياف على غفله ولا تكون عندك حبه تاع البيض، تلقي الحل. اذا هنا بعد ما زدت هذيك الحبه تاع البيض خلطتها مليح مع الزبده والسكر، وهنا راح نضيف 4 مغارف تاع الحليب تاني نخلطهم مليح. قلت لك غير بالخلاط اليدوي، اذا حبيتي ديري بالباتور ديري. هنا راح نزيد الكميه تاع الفرينه، راح دينا نص كاس هكذا ولا تاع فرينه، ونزيد معاها وحده كيس تاع خميره الحلوى. ندرب مليح هذيك الفرينه مع هذوك المكونات اللي درناهم، مع الزبده والحليب والسكر والبيضه والعطر تاع المشمش. يعني انا كان عندي عطر تاع المشمش، انت تقدري ديري لافاني ولا قشور الليمون ولا قشور البرتقال كما تحبي. راح نخلط مليح هذيك الفرينه، ندربها مليح بالفوي باش يجينا الخليط، يعني يجينا الكيك تاعنا خفيف. هنا كنت جبت المول تاع الكيك دهنته بالزبده ورشيتها بالفرينه، وراح نتحصل على هذا القوام تاع العجينه راح نحطه. وهنا كنت شعلت الفرن تاعي سخون، راح نديره هكذا، راح نسوي السطح من الفوق باش يجينا الشكل مليح. بهذه الطريقه. وهنا راح ناخذ سكين نقسمه هكذا في الوسط باش كي يطلع يجينا مشقق من الفوق. يعني هي غادي ديكوريه شوالا ديكور وخلاص. هاي لكم هنا بعد ما طاب، شوفوا كيفاش طاب مليح وطاب غايه حمر وكامل. هاي لكم النتيجه، وجا خفيف قطني، يعني تخرجي وما تحشميش. هذا هو، شوفوا كيفاش جا. وهنا التزيين يبقى اختياري، حبيتي تزيني بالشوكولا ولا. انا هنا اختاريت، يعني كل خطره كنت ندير شوكولا، الان حبيت نديرها بالكلاصاج. هنا درت سكر كلاص مع المازال، خلطتهم مليح وراح نديكوري بهم الكيك تاعي. يعني التزيين كيما تحبين نتيا. بهذا الشكل، وتخليه هكذا يحبط في الجوانب معليش. هيك بعد ما زينته، هنا كانت عندي شوكولا راح نربي فوق الشوكولا. بهذه الطريقه كما قلت لكم راح يجي هايل ويجي خفيف ريشه. وهكذا تكوني ديتيه معاك وما يعني ما تحشميش. وهذه هي. اذا نربي مليح كميه مليحه تاع الشوكولا. ونعرف بزاف يبغوا وصفات سهله وبسيطه وما فيهاش مقادير بزاف وما تديش الوقت. هذه هي وصفتنا لنا اليوم. اذا حبيباتي هذه هي وصفتنا لنا اليوم، كيك بالكلاصاج. ان شاء الله يعجبكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا بالجرس لكل جديد. تحياتي لكم، الى الملتقى ان شاء الله.